قائمة منتخب مصر أعلنوا عنها، بس احنا يعني كنا مشغولين شوية وبنحتفل وكده. الكابتن حسام حسن اختار مين بقى عشان يبقى في قائمة المنتخب؟ أنا أقولك نبتدي بحراسة المرمى. عندك يا سيدي الشناوي طبعا، ومصطفى شوبير طبعا. بعد الأداء الكبير اللي عمله في دوري أبطال أفريقيا كان لازم كابتن حسام حسن يضمه لمنتخب مصر. ومحمد عواد من الزمالك والمهدي سليمان من الاتحاد السكندري. نيجي بقى للدفاع، محمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر ابراهيم من النادي الاهلي، واحمد رمضان بيكم من سيراميكا، ومحمد هاني واكرم توفيق برضه من النادي الاهلي، ومحمد حمدي من بيراميدز، واحمد فتوح من الزمالك. في نص الملعب بقى اختار مين؟ مروان عطيه واحمد نبيل كوكا وامام عاشور من النادي الاهلي، وحمدي فتحي من الوكره القطري، وزيزو وناصر ماهر من الزمالك. نيجي بقى للهجوم، محمد صلاح من ليفربول، ومصطفى فتحي من بيراميدز، وتريزيجيه من ترابزون سبورت تركي، ومصطفى محمد من نانت الفرنسي، ومحمد الشامي من المصري، واحمد امين اوفا من انبي، ومحمد شريف من الخليج السعودي. من رايك كده شايف مين كان ممكن يكون موجود في المنتخب مع كابتن حسام حسن؟ يعني انا مثلا شايفه ان كان ممكن يكون في المنتخب وسام مرسي. الراجل عامل شغل عالي في انجلترا ولسه واخد جايزة أفضل لاعب في تشامبيونشيب، فليه ما نستفادش منه في المنتخب؟ وكمان قفشة، ليه قفشة ما يتاخدش في المنتخب؟ ده بينزل يحرك الدنيا كده. قول لنا رأيك في الكومنتات، انت كنت عايز تشوف مين مع المنتخب؟ تعالوا بقى نبص، هو ما خدش مين؟ ما خدش مرموش وحجازي للإصابة، وما خدش حسين الشحات، أحسن برضه علشان الشحات حرفيا شلني في نهائي دوري ابطال افريقيا، بيضيع فرص بالهبل، فمش ناقصه كمان شلل في المنتخب. وما اخدش رمضان صبحي ده علشان الهيئه المصريه للمنشطات وقفته. واللي ما يعرفش مشكله رمضان صبحي باختصار كده، الهيئه المصريه للمنشطات جت تفحص العينه بتاعه رمضان صبحي لقيتها بايظه. يعني ايه بايظه؟ يعني كان مزودها ميه. قاموا يا سيدي وقفوه علشان يسالوه شويه اسئله، هيقولوا له ليه يا رمضان يا حبيبي بوظت العينه بتاعتك؟ كنت خايف من ايه يا بابا؟ كنت واخد ايه يا حبيبي ومش عايزنا نشوفه في العينه؟ لحد بقى ما يلاقوا اجابات على كل الاسئله دي رمضان صبحي موقوف. ودي يا سيدي كانت القايمه بتاعه المنتخب، واللي هيبتدي ماتشاته يوم 6/6 اللي جاي مع بوركينا فاسو. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وكل التوفيق للكابتن حسام حسن. وقبل ما تقفل الفيديو ما تبخلش علينا باللايك والشير والاشتراك في القناه. سلام.